السلام عليكم ورحمة الله. ألور فيما يخص القضية تاع المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، حنا لو كان نطرحو السؤال علاش طردوا هاد المغاربة في 75، راه الأمور باينة، راه غير لو في الحسن الثاني الله يرحمه ضمن المسيرة الخضراء، واللي من خلالها استرجع وحدته الترابية، هادشي اللي معسل هواري بومدين وداك الخبيث ديال بوتفليقة. الحسن الثاني الله يرحمه ضرب لهم لي راف ديالهم في زيرو، معصهم جننهم، ما لقاو كيديروا له، ما بات لهم غير يطردوا المغاربه في 75. بغاو يديروا الحسن الثاني كروشي من ناحيه تاع الشرق، راه بس صيفط انت اكثر ب 45 الف عائله في مده ما كامله الشهر، راك بحال يكب يد دولة قطر هنايا على وجده. كان كل ليله كينزل 120 كار، 80 كار، 800 عائله، 600 عائله من جميع المدن الجزائريه. كاين شي مدن جزائريين ما يعرفوهمش كانوا فيهم المغاربه، سان كلو، تروا مرابول، كيحل، الرمشي، مسرقين، بوتليليز، خلينا من المالح، العامريه، حاس الغلا، حمام بوحجر، شباط، وروح لتموشن، زيد سيدي بلعباس، وهران، الجي، مستغانم، ما خلاو لا دار لا دوار. بغاو يبغتوا الحسن من الحسن الثاني من ناحيه تاع الشرق، ولكن لا يحق المكر السيء الا باهله. الامور تعالجت على كل حال، وللحديث بقية، للحديث بقية، لأن هذه كتبقى جريمة جنائية قبل ما تكون سياسية، يستنكرها القانون الوضعي والقانون الشرعي. أخلاقيا لا يجوز، كمسلمين كان عليهم ما يديروش فينا داك الشيء، أو على الأقل كان عليهم يعطيونا مهلة نجمعوا القش ديالنا ونجيب في ظروف حسنة. المهم غادي نتابع هذا الموضوع هذا، كل مرة غادي ندير واحد الفقرة باش تعرفوا بأن هذه جريمة تغدت بحق المغرب، ماشي غير في حق الأشخاص.